اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. النهارده ان شاء الله هنعمل تورته مقاس 25 في 25 بالشوجر شيت. عملتها من سبونج 2 بيضه. يعني عملت السبونج ده مرتين، عملته مره فانيليا ومره شوكولاته. بصوا طبعا انا اسفه جدا على التاخير الفتره اللي فاتت، والله الدنيا ما كانتش احسن حاجه، فعشان كده ما كنتش بعرف انزل فيديوهات، والمواعيد معايا ما كانتش مظبوطه. بس الحمد لله، يعني ان شاء الله باذن الله نرجع ان شاء الله احسن من الاول، و انتظم معاكم في الفيديوهات. سامحوني طبعا على الفتره اللي فاتت دي، بجد كان غصب عني، بس الحمد لله على كل شيء. بصوا انا عندي كميه فيديوهات والله على التليفون كتيره جدا. هي الفكره كلها ان انا بس هي كان الوقت او الواحد بس المود بتاعه ما كانش مظبوط علشان يقدر حتى يتكلم ولا يشرح حاجه. الفيديوهات دي طبعا كانت عند ماما، وطبعا دلوقتي في بيتي، بس عندي فيديوهات كتير جدا قديمه، فانا هحاول انزلها لكم كده. كل يوم ان شاء الله نحاول ننزل فيديو. الاسبونش 2 بيضة من الاسبونشات اللي انا بحبها جدا. اولا هو الكمية بتاعته بتبقى قليلة، وكمان بيطلع معايا مظبوط جدا. التسوية بتاعته بتبقى هايلة. الصاج اللي انا بشتغل فيه 27 في 37. بعمله ببيضتين ومعلقة صغيرة من المحسن ونص كوباية من السكر اللي هي 75 جرام، وبحط عليهم رشة فانيليا وبضربهم كويس على اعلى سرعة. وبعد كده ببتدي اضيف نص كوباية من المية وبالتدريج. وبعد كده الدقيق بيبقى وزنه 150 جرام ومعلقه بيكنج باودر. نفس الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، بس المقدار بيقل شويه. الصاج طبعا بحط له ورق خبز، وبعد كده بتسويه على درجه حراره متوسطه في الرف اللي في النص، وبشغل طبعا من تحت بس. ده اسلم طريقه لتسويه الاسبونج عشان يطلع معاكي هش ويطلع معاكي مظبوط. والاسبونشات طبعا مش بتاخد وقت في الصاج زي الصواني. طبعا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده، لان كل ما بنسيبه في الفرن كل ما هتحسي ان هو نشف وشد كده معاكي، ومش بيبقى احسن حاجه. لو انت عايزه الاسبونشات تبقى طريه، الاحسن تاخدي بالك بالتسويه عشان تطلع معاكي مظبوطه. ابتديت طبعا زي ما انتم شايفين، جبت الصاج وقسمته على يعني كل صاج قسمته على 3. آه، الفانيليا و3 من الاسبونج فانيليا، والنص التاني من الشوكولاته، وبحط اعمل كده في ال3 طبقات. ودخلتها طبعا التلاجة تشد شويه، لان ده المفروض هتتحط لها لون من فوق. اهم حاجه طبعا في الصيف لازم التورته يا اما تعمليها قبلها بيوم، يا اما تسيبيها شويه حلوين، علشان لما تيجي تحط عليها الكريمه اللي من بره ما تسيحش معاكي. الجو حر جدا، وطبعا انا كنت في الوقت ده شغاله في المطبخ، وعايزه اقول لكم ان الكريمه يعني كانت مبهدلاني مبهدلاني. والله كنت مسقعه تورتايه وكمان يعني بصوا، حتى انتوا شايفين وانتوا هي بتتفرد سايحه، يعني الكريمه تحس انه خفيفه كده. فالاحسن ان انت تدخلي الكريمه في التلاجة شويه. اول ما تعمليها تحسي ان هي عملت معاكي كده، وبعد كده ارجعي اضربيها تاني هتلاقيها شدت وظبطت معاكي. للناس اللي عندها مشاكل في الكريمه، واحنا عملنا على فكره فيديو مع بعض اتكلمنا على مشاكل الكريمه. لما ابتديت اعمل كده ظبطت معايا جدا وطلعت لي نتيجه ممتازه. بصوا حكايه التورتيه دي حكايه، يعني موقف كده غريب جدا. شوفوا انتوا لما تصحوا تحسوا ان في يوم كده راح من عندكم من غير ما تعرفوا اليوم ده راح فين. التورتيه دي اتطلبت مني يوم الاثنين، وكان عليها صوره، فطبعا بعت الصوره طبعتها واستلمتها يوم الثلاث. المفروض كان صاحب التورتيه عايزها يوم الخميس. بصوا انا طبعا خففت كريمه زي ما انتم شايفين كده، وبالكيس ايه اعمل دربات، بس طبعا الحته دي اتمسحت، بس حبيت اوريكم يعني انا عملت ايه. خففت كريمه وابتديت اعمل دربات كده بيها. وهبتدي اعمل بقى الصوره. ودخلتها طبعا شويه برضو التلاجة، وبعد كده طلعتها وابتديت احط عليها الصوره. كل مرحله في الصيف كده يا جماعه لازم ندخل التورت التلاجة. طبعا بحط النوتيلا لو عندك نوتيلا. طبعا بديل النوتيلا اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده اللي هو للصوره مش بينفع قوي في الصيف. ليه؟ لان هو بصوا زي ما انتم شايفين بيقطع كده. فانا طبعا عشان ما كانش عندي نوتيلا، وكنت معتمده على الطريقه اللي انا بشتغل بيها، فاضطريت اكمل. وبس دخلت بقى الصوره التلاجة شويه. راحت الكميه اللي انا حطاها دي، اللي هي بتبقى شوكولاته خام عليها معلقه واحده بس من الزيت على شويه من الجناش. بقلبهم كويس جدا. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي حلوه جدا بس في الشتاء. في الشتاء بتطلع معايا حلوه جدا ممتازه. في الصيف زي ما انتم شايفين كانت بتقطع كده، بس يعني انا زودت الكميه تاني وظبطت معايا وكانت زي الفل.
بس اهم حاجه لو هتعملي كده دخليها التلاجة الصوره بعد ما تحط عليها اللي هي بديل النوتيلا ده. لازم تدخليها التلاجة تشد تمسك معاكي علشان ما تتحركش من على الصوره. آه، فانا حطيتها وبعد كده رجعت ايه يعني لما حسيت ان هي خفيفه شويه والله بصراحه شلتها ورجعت عملتها تاني. المهم زي ما بقول لكم بقى الصوره التورتايه دي اتطلبت مني، كانت المفروض ان هي تتعمل الخميس. انا صحيت بقى يوم الاربعاء نفذت كل اوردرات، كان عندي 3 اوردرات نفذت كل اوردرات الخميس. فاهميني ازاي؟ مش عارفه يعني انا اشتغلت على اساس ان النهارده الخميس. بعد ما خلصت خلاص تمام ببعت الصوره بقى لصاحب التورتايه، كنا متفقين على كل حاجه. لقيته بيقول لي جميله جدا تسلم ايدك، بس ليه النهارده؟ ليه النهارده؟ وبعت لي بقى ايه ان هو طالبها الخميس. فانا ايه على ما استوعبت اللي هو ايه ده، هو النهارده ايه؟ النهارده الاربع. فرحت قلت له تمام، بس هي لازم تتعمل قبلها بيوم عشان تشد في التلاجة، الجو حر ولازم التورت تبقى واخده كفايتها في التسقية. طبعا حاسس ان هو اي كلام يعني، عارفين اللي هو اي كلام، هي بتقول ايه. فقال لي خلاص تمام تسلم ايدك، بس المهم ان هي بس الصوره ما يحصلهاش حاجه لتاني يوم. قلت له لا ان شاء الله تمام ما تقلقش. حطيتها زي ما هي في علبتها بقى في التلاجة لتاني يوم واستلم وكانت الدنيا تمام. بس يعني الموقف ده يعني اللي هو ايه ده، اللي هو إيه يعني في حد بيصحى كده ناسي يوم في حياته. وكان في بقى اوردر مطلوب مني اصلا الاربع اللي انا ما عملتوش. لقيت بقى ان انا كنت عامله من اوردرات الخميس حاجه شبهه يعني، فبس غيرت الاسم وسلمته وتاني يوم عملت غيره. بس والله عايزه اقول لكم ان انا يعني اللي هو مش عارفه ازاي حصل معايا كده. بس والله صاحب التورتيه بصراحه استلم تاني يوم وكلمني بقى في التليفون وقال لي لا والله جميله وتسلم ايدك ما تغيرش فيها اي حاجه. فكره بس لو انت حصل معاكي حاجه شبه كده او انت عملت تورتيه عليها صوره اتاكدي بس ان المكان اللي هتشيليه فيه مش هيعرق، مش هيخليها تعرق. لان الصور الشوجر شيت دي لو جه عليها اي نقطه ميه بتلاقيها ابتدت ترطب كده وتعمل زي فقاعات كده او بتبتدي تدخل فيها هواء. وكمان لو الكميه اللي محطوطه تحتها من النوتيلا مش كفايه هتلاقيها برضو الكريمه ابتدت يعني الصوره تشرب من الكريمه وبرضو وهيدخل لها فراغات هواء وهتبقى مش احسن حاجه. فلو انت عندك صوره هتبيتيها لتاني يوم لازم تاخدي بالك من الحاجات دي كويس جدا. الحاجات دي بتفرق جدا في الفينش وفي الشكل في الاخر. انا اول صوره عملتها حطيت كميه قليله جدا من النوتيلا وكنت مزوده النوتيلا زيت، يعني شويه زيت شويه حلوين يعني. فحسيت ان الصوره كرمشت بقى من معرفش من كميه الزيت او من الكميه كانت قليله فابتدت تتفاعل مع الكريمه. فبعد كده ابتديت اخد بالي واعرف ايه المشكله وابتديت اضبط الموضوع ده قوي. اي صوره شوجر شيت لازم تبقى الكميه اللي تحتها تبقى كميه مناسبه علشان تبقى عازل قوي بينها وبين الكريمه فما تتاثرش حتى لو هتبات لتاني يوم. انا كده عملت زي ما انتم شايفين، حزمت التورتايه بالكريمه البيبي بلو. كمان ابتديت اعمل زي ما انتم شايفين من بره روزيتات ووزعت كريسبي وهي التورتايه يعني شرحه نفسها عملناها مع بعض كتير جدا. وحزمت التورتايه كده من تحت والتورتايه دي طلعتها على 380 لان الصوره ب 80 والتورتايه مقاس 25 في 25 دلوقتي بطلعها ب 300. الفيديو يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونش في اللايك والاشتراك وتعليقاتكم الجميله اللي بتفرحنا. وان شاء الله يعني احاول اظبط دنيتي الفتره اللي جايه وننزل فيديوهات باستمرار. وما تنسونيش بقى في الدعم الجميل. وطبعا شكرا لكل الناس اللي كانت بتتواصل معايا الفتره اللي فاتت. اتمنى كده تسيبوا لي كومنت تثبتوا حضوركم فيه وتعرفوني ان انتوا معايا وربنا يخليكم ويدومكم نعمه في حياتي. وشكرا لكم.